يا صباح الفل. عارفين انتوا الناس اللي هم وقت الشدة والأزمات تيجي تتكلم معاهم عن المشاكل والحاجات اللي حاصلة، تلاقيهم جواهم هدوء واطمئنان كده غريب، ويقولوا لك يا عم كبر دماغك، ما تقلقش، ربنا موجود. وانت تبقى مستغرب هو ايه البرود ده؟ لا، الحقيقة ده مش برود، اصل ده مش جاي من فراغ. تعالى اقول لكم هو جاي منين. 3 حاجات محتاجين تعرفوهم كويس قوي وقت الشدة والأزمات. الحاجات دي موجودين فين؟ موجودين في الآية 148 من سورة آل عمران. أول حاجة، علامة. لو أنت شخص رباني، وقت الشدة والأزمات مش هتبقى قلقان، هتبقى مطمن بربنا، مش هيبقى فيه مشاعر وهن ولا ضعف ولا يأس ولا إحباط. هيبقى منطبق عليك المعنى الحقيقي للصابرين، وهو ده المعنى الحقيقي للصبر، انه برغم الشدة والأزمة إلا انك مطمن بربنا. تاني حاجة، علاج. ساعتها ما عليك إلا إنك تتجه للاستغفار، وده فيها إشارة واضحة من الله إنه الأزمات اللي بتمر علينا في حياتنا والابتلاءات مرتبطة ارتباط وثيق بذنوبنا، فما عليك وقتها إلا إنك تستشعر وتستحضر كل آيات الاستغفار باطمئنان. النتيجة ساعتها مش بس هتعدي من الأزمة بيسر وسهولة، لا كمان هيبقى ليك ثواب كبير قوي في الدنيا قبل الآخرة. شفتوا الموضوع بسيط ازاي؟ كل اللي محتاجه انك تكون شخص رباني. يعني ايه ابقى شخص رباني؟ يعني اشيل من جوه قلبي اي حاجه انا معلق عليها رزقي وحياتي غير الله. ولا دولار ولا اسعار ولا ازمه ولا اقتصاد ولا الكلام الكتير قوي ده هيأثر عليك وعلى رزقك. رزقك مرتبط بس بربنا، هو اللي مسؤول عن رزقك. ساعتها هتبقى انت الشخص ده اللي مطمن بربنا رغم الازمه، واللي اوقات كتير هيبقى محط سخرية واستغراب من بعض الناس، بس مش مشكلة، المهم انك مطمن. سلام.